السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة الأخوات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الحلوة اللي كتجي زوينة، حلوة الهلال بالكاوكاو. هنا 250 غرام ديال الزبدة، ديروا استعملوا اي زبدة. انا استعملت الزبدة ديال العلبة. هنا غادي نستعمل كاس ونص ديال السكر كلاصي، غادي نغلبو. نزيد عليه افاني، شويه الملح، وغادي ندلك مزيان دخلات السكر في الزبده. غادي ندير هنا واحد الكاس ديال مايزينا، ندير واحد كاس ديال لاروب زيت، نبقى نحرك حتى يدخل الزيت مع الزبده، مابقاش يبان. من بعد ما خلطنا الزيت مع الزبده، خصني نقول لكم كاس الا ربع، قلت كاس ديال لاروب مع الصيام. غادي نزيد هنايا واحد 3 ديال البيضات، غادي نحرك مزيان تيدخل هذا البيض مع الزبده. نحرك حتى يغبر هذا اللون ديال البيض. ما دمجت هاد العناصر حتى ولات الزبده عندي كريمي بحال هكا. غادي نزيد هنا كاوكاو مطحون، هنا درتو انا بقشورو محمر في الفران، تقريبا هنا شي كاس ونص. تبقى يدلكي فيه هكا، ميبقاوش هذوك الحبيبات بحال هكا بحال هذا. دابا غادي من بعد ما دمجت الكاوكاو مع الزبده والبيض، غادي نزيد هنايا دقيق فورس، وغادي نزيد هنا خميره وحده، غادي ندمج هاد العناصر كلها، غادي نجمعهم بالدقيق ونرجع معكم. أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك، النبي محمد أصلت عليك النبي محمد صلى الله عليك. هنا جمعت العجينه بالفرص، درت القياس ديالي، هانتوما ما تكونش قاصحه، تكون طيطه بحال هكا. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للمرحله الثانيه، خليكم معنا.
هنا قسمت العجينه على جوج، غادي ندير وحده هنا نحطيها في كيس بلاستيكي، وغادي نشد ميكا ولا كاع ديال الزبده اللي عندكم، تشدوه بحال هكا، غادي ندير بحال هكا. طولها بحال هكا ونسدو هاد البلايص باش ما يتحلوش. ندير عليها واحد الكيس بلاستيكي اخر بحال هكا، هذا ديال هنا. غنجيب الكلاك وغادي نورقها على حساب القياس اللي باغا انا. نضرب بالدلاك في نفس الوقت، ما نخليش هاد البلايص هكا محلولين هكا، وندورها. غادي نحلها دابا على حساب القياس اللي باغا، ونرجع معكم نوريكم التقطاع اللي غادي نقطع. دابا هنا ورقتها على حساب القياس اللي باغا، ما يكونش رقيق ما يكونش غليظ، بين وبين بحال هكا. الا بغيتو تعرفوا باش جاكم القياس هو هذاك في الطراق بالمدلك، دوزي يدك بحال هكا، بقاي ديري هكا، تجيبي قياس واحد. دابا غادي نحيد هاد الميكا، وغادي ناخذ هاد القطاع. الا عندكم الكاس استعملوه، المهم هذا الاول ديما كيحيد. هذا استعمل بحال هكا، نحاول نهزها. غادي نجيب واحد اللاطه ونحط بحال هكا. غادي نكمل على هذا الشكل حتى نعمر اللاطه ديالي، نوريكم كيفاش غادي نزوقها من الفوق ونرجع معكم. هنايا كملت هاد اللاطه، باقي عندي العجين. خديت واحد بياض البيض بحال هكا، غادي نوريكم مع شي وحدينات باش نكمل الخليط اللي باقي عندي. دهن بحال هكا. غادي ناخذ هنايا الكاوكاو مهرمش بحال هكا، اللي بغى يدير اللوز افيلي ولا كاوكاو افيلي يديرو. انا ما بغيتش نهزها عاد نديرها في طبسيل، قلت ندير بحال هكا يجي احسن، في نفس الوقت العجين ديالي ما تشققش من الجناب. غادي نكمل اللاطه ديالي كامله ندخلها الفران، ونكمل بقيه العجين ونرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي. وهذا الشكل الثاني عجبني، هذا التشنيف هنا درتو في الاول سامبل، وهنا درت هذا التشنيف. نتمنى انه يعجبكم. باقي لا غندخلها الفران. وهذه هي حلوه الهلال، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. انا طيبت غير واحد الجزء، باقي الجزء الاخر في الفران. ها هي اللاطه قدامكم، باقا ما كملتش. عطاتني تقريبا 156 حبه، تبارك الله كتخرج. نتمنى انكم تجربوها، راه كتجي لذيذه. دابا انا صايبه، عاد قلت لكم كتجي لذيذه وكتجي في المنظر حتى هي زوينه. شكلوها كيف ما بغيتو باي مقطع عندكم، ماشي ضروري انكم ديروها هلال. كنتمنى ان تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تعملوا لنا ابوني وتشاركونا بتعليقاتكم وشي كومونتير زوين. وعيدكم مبارك سعيد، وعواشركم مبروكه، يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تملتوا ان شاء الله. اللي تمنى شي حاجه زوينه الله يعطيها ليه في هذا العيد. الى اللقاء في فيديو اخر مع حليوه اخرى ان شاء الله. نتمنى انكم تشجعونا. غادي نقطع وحيده نوريكم كيفاش كتجي من الداخل. هانتي كتجي مديرمله ومحمره. نتمنى انها تعجبكم، وعيدكم مبارك.